الضربة الجامدة لو ما متش منها تبقى أجمل. دي حتة قالها أحمد مكي في الأغنية بتاعته الحاسة السابعة، والحتة دي هي بتنطبق على حياة أحمد مكي فعلا. لازم تحط في دماغك كويس قوي إن أنت مهما وصلت أو مهما عملت أي حاجة ممكن في يوم يحصل أي حاجة. لازم تكون حاطط ده في دماغك. احمد مكي هو ممثل شاطر، بس في نفس الوقت ممكن نقول هو رابر شاطر، وفي نفس الوقت برضو مخرج شاطر. يعني لو نرجع بالزمن شوية كده لسنة 2005، السنة اللي اتعمل فيها فيلم الحاسة السابعة. انا اكتشفت ان انا ما اقدرش اكون لواحد غيرك، مع انه اغنى منك وجاهز للجواز. بجد يا هايدي؟ طبعا لا يا مغفل، العريس اللي جالي طلع افقر منك، اديني متهببه معاك لحد ما الاقي فرصه احسن. فيلم الحاسة السابعة لما اتعرض في السينمات هو محققش اي نجاح في السينما، وده سبب احباط كبير جدا للمخرج بتاع الفيلم ده، رغم ان هو حاول يعمل حاجة مختلفة وجديدة في السينما وقتها. وطبعا الحاجة دي كانت مختلفة عن كل اللي بيتقدم في السوق في الوقت ده. والمخرج بتاع الفيلم ده بقى هو احمد مكي. بص، احمد مكي في فيلم الحاسة السابعة ده نقدر نقول ان هو قدم كوميديا جديدة كده. عدي يا بيضة، عدي يا حيلتها، مصلحة خدامة ابوك، عدي يا روح خالتك. كوميديا الجمهور اول مرة يشوفها في فيلم مصري اصلا. يعني كلوزات الكاميرا والحركات بتاعت الكاميرا الغريبة دي هي حاجة غريبة فعلا. الفيلم فعلا ما حققش نجاح في السينما، ولكن بعد كده فضل عايش مع الجمهور لغاية دلوقتي. بس مكي بقى بعد الفيلم ده ما اخرجش افلام تاني، ويمكن لو مكي بقى يأس وقتها كده هوت وما كملش في الفن ما كناش هنشوف مسلسل اسطوري زي الكبير قوي، طبعا باجزائه السبعة اللي حققوا نجاح كبير جدا. مكي هو كوميديان فعلا، بس مكي الكوميديان ده بقى هو مكي اللي بيقدم دور بعيد تماما عن الكوميديا، ودور تراجيدي جدا في فيلم ليلة البيبي دول. العلقة بتاع زمان، العلقة اطلع ورا الاتوبيس ده. ما بتحبش اقول لك وده وقته، اركب اطلع ورا الاتوبيس بسرعه. وكمان بيعمل اداء في الفيلم ده جامد جدا. وهو برضو نفس مكي الكوميديان ده اللي قدم يوسف الرفاعي في مسلسل الاختيار، ومكي بيقدم الدور ده كويس جدا برضو. واما بقى عن الاعمال الكوميديه، فمكي قدم عدد من الاعمال الكوميديه اللي عمل فيها شخصيات حلوه جدا ومسمعه معانا لحد دلوقتي، زي شخصيه دبور في فيلم مرجان احمد مرجان. يو 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 نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ واللي قدمها برضو في فيلم اتش دبور في سنة 2008، ودي كانت أول بطولة مطلقة لأحمد مكي. انا مش عارف صحابي باعوني بسهوله كده ازاي. احنا كنا عشره، كنا دايسين سوشي مع بعض، امينو اسيدز مع بعض، جوينتات مع بعض. والفيلم ده بينجح جدا. وهنا بقى ذكاء مكي بان هو قدر يخرج بره شخصيه دبور دي بعد كده، ويخترع شخصيات تانية زي شخصيه حزلقوم في لا تراجع ولا استسلام، الشخصيه الكارثيه في السينما المصريه. ولو نروح بقى لفيلم تاني وهو فيلم طير انت، بنلاحظ عبقريه احمد مكي في ان هو بيقدم كذا شخصيه في الفيلم ده، وكل شخصيه مختلفه عن التانية تماما. وطبعا من اهم الشخصيات دي هي شخصيه الكبير قوي اللي بعد كده هيتعمل بيها مسلسل مكون من 7 أجزاء. ما دفعتش العتاوة ليه الشهر ده؟ ولا لازم الكبير يجي لحد عنديك؟ وانا اجيب منين 5000 جنيه شهريا؟ يا عالم حرام. اتصرف يا سميدة زي ما غيرك بيتصرف. والمسلسل ده هو هيكون من أهم المسلسلات الكوميدية في الدراما المصرية عامة، يعني من أول ما المسلسلات بدأت تتعمل كده. ولو بقى اتكلمنا عن الشخصيات اللي قدمها احمد مكي في الكبير قوي، هتلاقيه مثلا عمل شخصيه جديده زي شخصيه جوني. هو كان قدم شخصيه قريبه من شخصيه جوني شويه في طير انت، ولكن شخصيه جوني هي مختلفه عنها اكيد. وكمان خد حزلقوم من لا تراجع ولا استسلام، وقدر ان هو يعمل لها جزء كده في مسلسل الكبير قوي. مكي يمكن من الحاجات الكويسه فيه جدا كممثل ان هو مخرج، وعنده رؤية كويسة جدا، وبيفهم ازاي الشخصية بتتلعب. وكمان هو مش من نوع الممثلين اللي بيحب نفسه بس، ده ممكن يفرش للممثلين زمايله ان هم يقولوا افيهات عادي ويفتحوا في الافيهات. حتى ممكن الشخصيات دي تضحك اكتر منه عادي، بس اهم حاجة نجاح العمل عنده. مثال على كده شخصية هجرس او هدرس اللي هي اتقدمت في الكبير قوي واللي عملها محمد سلام، كانت كوميدية جدا وكانت بتضحك جدا في المسلسل ده. وشخصية فزاعة اللي قدمها هشام اسماعيل برضو كانت
كانت شخصية كوميدية جدا وبتضحك قوي، بغض النظر عن ان الشخصية دي اتعمل لها فيلم لوحده وفشل قوي وما كانش حلو بصراحة يعني، بس ماشي تمام. وكمان شخصية الدكتور ربيع اللي تعتبر شخصية أيقونية في الدراما المصرية برضه. وممثلين كتير بقى من مسرح مصر جابهم معاه أحمد مكي كده في بداية الكبير، زي علي ربيع وأس جم في البداية معايا. واعتقد من اسباب نجاح احمد مكي بقى سواء في الدراما او في السينما هو وجود دنيا سمير غانم معاه. مش عايزين ننكر الحتة دي بصراحة، مش عايزين ننكر ان دنيا سمير غانم هي سواء ليها او لاحمد مكي شكلت جزء كبير جدا من نجاحه او نجاحها هي حتى. ومش عايزين ننكر برضو ان الثنائي ده هو من افضل الثنائيات سواء في السينما او في التلفزيون. اعتقد ان هما في بينهم كيمياء حلوة جدا في التمثيل، ونتمنى طبعا اننا نشوفهم مع بعض في حاجة تانية. احمد مكي هو ذكي في اختيار اعماله وبيعرف يختار العمل كويس. يمكن يكون في شوية دروبات في شباك التذاكر زي سيما علي بابا وزي سمير ابو النيل مثلا، الفيلمين دول محققوش نجاح كبير يعني في السينمات، ولكن لو هتتفرج على الافلام دي دلوقتي هم افلام حلوة مش وحشة برضه. بس برضو احمد مكي دلوقتي مش هو احمد مكي اللي كان من 12 سنة فاتوا، وده لان احمد مكي فيه حاجة سيئة جدا. الحاجة السيئة دي بقى ان هو كسول واعماله قليلة جدا. يمكن دي حاجة مش صح، لان الممثل لازم باستمرار يكون متواجد عشان الجمهور ما ينساهوش، واعتقد في كتير جدا من الناس هيتفقوا معايا في الحتة دي يعني. ولازم برضو يكون في تنوع، يعني مثلا مسلسل الكبير ده هو مسلسل ناجح جدا ما قلناش عنه حاجة، وهو من انجح المسلسلات زي ما قلنا. فيها ايه يعني لو احمد مكي يروح يجرب في مسلسل تاني او يغير ويعمل سينما مثلا ويبعد عن الدراما شوية؟ المهم ان احمد مكي يكون متواجد مع الجمهور ويكون متواجد بعمل جديد على الجمهور، لان احمد مكي هو لسه عنده كتير. بعد كده بقى عايز يرجع يعمل الكبير تاني يعمل، بس التنوع مطلوب عامة. ويا عم مكي بقى اعمل اغاني شوية، يعني قبل اغنية ولعانة بتاعت رمضان اللي فات دي مكي كان بقاله 6 سنين ما بينزلش اغاني، وتقريبا هيقعد 6 سنين كمان عقبال ما ينزل اغنية تانية. يعني مكي ارجوك نزل اغنية. يعني في اغاني لاحمد مكي بتعتبر اغاني اسطورية وحلوة قوي، زي مثلا اغنية الحاسة السابعة واغنية قطر الحياة واغنية منطقتي واغلى من الياقوت. اغاني جامدة جدا عملها احمد مكي، وما اعتقدش ان في حد هيجي يختلف على الاغاني دي. يعني احمد مكي لو رجع باغنيه اعتقد هي هتكون حاجه كويسه، ولكن في النهايه احمد مكي هو من افضل فنانين الكوميديا في تاريخ مصر، وهو فعلا شخص مبدع جدا ولسه عنده افكار كتير جدا لو اتنفذت انا واثق ان هي هتعمل بوم وهتكسر الدنيا. لانه قبل كده عمل مسلسل برضو خلصانه بشياكه هو وشيكو وهشام ماجد، والمسلسل كانت فكرته غريبه واوت اوف ذا بوكس. دايما احمد مكي تفكيره كده خارج الصندوق، وده اللي احنا بنتمناه الفترة الجاية، ان مكي يركن الكبير شوية ويعمل مسلسل جديد. واعتقد دي حاجة هتفيد احمد مكي كتير جدا ان هو ينوع في اعماله. ما تنساش بقى لو وصلت لحد هنا تعمل لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد اول باول. سلام.